السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة قلنا نغير بقى ونركن اللحمة والفراخ دي على جنب شوية، ونغير النهاردة نعمل فطار حرش كده. هنعمل رز وعدس. قشرنا البطاطس بتاعتي وقطعتها، جهزتها على التحمير على طول. جهزت طبق السلطة بتاعي، نضفت الخضار واغسله بميه وخل زي ما احنا اتعودنا مع بعض. بغسل الخضار بميه وخل. انا كده هغسله شطفه كويس، وبعد كده هنقعه في الميه والخل واسيبه شويه. اغسل الخضار كويس، بعدين احط عليه شويه خل واركنه. وهجيب الرز بتاعي، اغسل الرز وهنقعه برضو شويه. اغسل الرز وانقعه، احط له الملح بتاعه وانقعه واركنه لحد ما اجي اولع عليه. غسلت الرز، ظبطت له الميه بتاعته، ولعت على الرز، حطيت له شويه لون زعفران، تقريبا نص معلقه من الصغيره لون زعفران، خلى لون الرز تحفه. لون الرز جميل جدا والله ما شاء الله. هنا خلاص الرز معايا اتشرب، ههدي عليه النار ونحمر البطاطس. نحمر البطاطس بتاعتنا، نشوفها بقى بعد التحمير. الفطار بتاعنا النهارده خفيف جدا ومفيش اسهل من كده. طبعا كلنا بنعرف نعمل الرز ونحمر بطاطس ونعمل بيض، مفيش اسهل من كده فطار. بس انا حبيت اشارككم معايا الفطار بتاعي، اتعودت على كده. هنا غسلت الخضار بتاعي، طبق السلطة بتاعي خلص، ليمون مخلل، وكمان عملت بيض وحمرت بانيه. تقريبا حمرت بانيه ولا ما عملتش؟ لا تقريبا ما عملتش. بيض وبطاطس والرز والسلطة والخضار والليمون المخلل بتاعنا. الف هنا على قلب اللي اكل. وعملنا عصير مانجا، وعملت لهم حاجة حلوة بقى بعد الفطار. تعالوا اقول لكم انا عملت لهم ايه حلو، حاجة برضو اقتصادية زي فطارنا النهاردة. معايا بطاطا، غسلتها كويس، قشرتها وغسلتها وقطعتها قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، وعلى نار هادية جدا هسلقها. مهدية النار جدا لحد ما البطاطا بتاعتي تتسلق براحتها. وهنا معايا لبن، تقريبا 3 كوبايات لبن، هعملهم بشاميل. هنا هغطي على البطاطا بتاعتي واسيبها لحد ما تستوي. طبعا طريقة البشاميل احنا عارفينها، بس احنا النهاردة هنعمل بشاميل حلو ومش حادق. هنعمل بطاطا حلوة. برضو عملنا كنافة كتير وعملنا القطايف، عايزين بقى نعمل حاجة تانية، حاجة مختلفة. قلت نعمل لهم صينية بطاطا بالبشاميل. هنا هعمل البشاميل، حطيت 3 معالق من السمنة، عليهم 3 معالق دقيق، قلبهم مع بعض كويس. وبعدين هنزل عليهم باللبن واقلب فيه كويس لحد ما البشاميل بتاعي يبقى جاهز. هزود هنا البشاميل اللي هنزوده ايه، مش ملح ولا فلفل، هنزوده سكر. نحط على البشاميل بتاعنا سكر. النهارده البشاميل بتاعنا بنعمله حلو. هحط عليه كوباية سكر. لو عايزين سكرها يبقى قليل قللي كمية السكر. السكر ده زي ما تحبي، بتحبي الحاجة مسكرة زودي السكر بتاعها، حباها سكرها قليل قللي السكر. انا حطيت كوباية. هنا خلاص البشاميل بتاعي خلص، زودت سكر وهدوبه كويس عشان السكر يدوب فيه. وبعد كده هجهز الصينية بتاعتي.
هدهن الصينية بشاميل من تحت زي ما بعمل المكرونة البشاميل أو أي حاجة بعملها بشاميل. بتدهني الصينية من تحت وترصي أول طبقة معاكي من البطاطا. كده خلاص البشاميل بتاعي بقى زي الفل تمام، بقى جاهز معايا. هنزل بدهن الصينية، هدهن الصينية دلوقتي. وبعدين البطاطا بتاعتي استوت، هرستها كويس جدا بالهراسة. الهراسة اللي هي بتاعت البطاطس عادي، بتهرسي بيها البطاطا تخليها ناعمة معاكي. البطاطا بتنعم معاكي بسرعة لأن هي أصلا مستوية قوي. كده خلاص أنا بهرسها، هرستها دلوقتي. وهنزل في الصينية أرص أول طبق. هي بتسحب معاكي في الصينية لأنها ناعمة، بتمشي تحت ايدك بسرعة، يعني ما فيش فيها تعب ولا أي حاجة. حاجة سهلة جدا وبسيطة ومهيش مكلفة خالص، مكلفكيش أي حاجة. رصيت أول طبقة من البطاطا، بعدين هنزل عليها بالبشاميل. هنزل بالبشاميل وبعدين هنزل على البشاميل ده بتاني طبقة فوق البشاميل. حطيت شوية مكسرات، زبيب وسوداني وجوز الهند، ولو مش موجود مفيش أي مشكلة، بتستغني عنه عادي. أنا حطيتهم لأنهم موجودين عندي حطيت. هفرد تاني طبقة من البطاطا. وصلنا لحد هنا وما حطيناش لايك وما ضغطناش اشتراك. اضغطي لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. هنا برش شوية مكسرات على الوش وهدخلها الفرن. هتاخد لون بس. اهي طلعت والله تحفة، اقسم بالله طعم ولون وريحة جميلة ما شاء الله. ألف هنا على قلب اللي أكل منها. شوفي الشكل، شوفي تدريجة الطبقات. كل سنة وانتم طيبين، ورب يعود علينا وعليكم الأيام بالخير. متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد إن شاء الله. مع السلامة.